مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم تاريخ العالم. وفي هذه السلسلة من الحلقات سنبدأ نتناول تاريخ الدولة الأموية. الدولة الأموية هي دولة إسلامية كبيرة وعظيمة، ولكن جرى تشويهها لأسباب سياسية وإيديولوجية ودينية، وجرى سبها ولعنها كثيرا بعد إسقاط الدولة العثمانية. يعني أكثر دولتين إسلاميتين ظلمتا الدولة الأموية والدولة العثمانية. سنأتي ونحن في سياق الشرح والحديث عن تاريخ الدولة الأموية نعرف لماذا أريد لهذه الدولة أن تحتقر وأن تهان كما فعلوا مع الدولة العثمانية. تعالوا نبدأ وندخل على طول في الموضوع. أولا، هذه الخريطة هي خريطة الفتوحات الإسلامية إلى حين نهاية الدولة الأموية. يعني تسلسل زمني للفتوحات الإسلامية من سنة 1 هجرية يوم ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى 132 هجرية، وهنا التاريخ الميلادي 622 ميلادية إلى 750 ميلادية. نلاحظ طبعا أنه في 132 سنة، فترة قصيرة جدا، هنجد أنه الإسلام امتد من جنوب باريس إلى الصين. يعني حتى احنا دخلنا الصين، حتى للأسف في خطأ في الرسم، لأنه الإسلام دخل الصين في عهد الدولة الأموية، مدينة كاشغر التي تحتلها الصين الآن. فشوفوا كل هذا، فالإسلام كان يشبه الإعصار الذي اقتلع الدول والإمبراطوريات التي وقفت في طريقه. هذه الفترة هنقسمها قسمين: فترة تخص الخلافة الراشدة وفترة تخص الخلافة الأموية أو الدولة الأموية. هنأتي لماذا من أسسها ولماذا وكذا، ولكن احنا هنبدأ بالمناطق المظللة بهذا اللون اللي هي التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم. ده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنجد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده الجزيرة العربية دخلت الإسلام. عندنا شوفوا دولة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كام دولة؟ مثلا السعودية دولة، اليمن الثانية، عمان الثالثة، الإمارات 4، قطر 5، البحرين 6، حتى لا نجد أين البحرين. فلدينا 6 دول. اليوم يقولون ارفع رأسك أنت سعودي، وارفع رأسك أنت يمني، وارفع رأسك أنت قطري. هل هذا يعني اليوم لو الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب من اليمن إلى السعودية، السعود سيقولون له: أين الفيزا؟ أين التأشيرة؟ اذهب، أنت أجنبي، أنت عمالة وافدة. انظروا، يعني هذا التقسيم وهذه الحدود لم يضعها أحد إلا الجيش الإنجليزي بعد اتفاقية دارين 1915 التي وقعها ابن سعود أو آل سعود مع الإنجليز. لا نريد الدخول الآن في هذا التفصيل الآن. طب 6 دول. الخلافة الراشدة بعد ذلك في عهد سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب فتحوا البلاد الملونة بهذا اللون. تعالوا نعد. فتحوا الكويت، دي فتحها خالد بن الوليد. العراق فتحها خالد بن الوليد 8. الأردن 9. الأردن بقى مين اللي فتحها؟ هنجد سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية. المهم فلسطين 10، لبنان 11 فتحها سيدنا معاوية، سوريا 12، قبرص 13 فتحها سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اللي هو أسس الدولة الأموية. أيضا جنوب تركيا فتحوا سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وسيدنا معاوية وصل بالفتوحات داخل أراضي تركيا إلى مدينة قيصرية. بعد ذلك الدولة العباسية، وهي من الكوارث الكبرى التي جرت في التاريخ الإسلامي. طبعا الدولة البيزنطية الروم أخذوا منها هذه الأراضي. أيضا جرى فتح ما يعرف باسم أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، أجزاء من جورجيا، فارس كلها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان، وبعد كده الدولة الأموية. أجزاء من أفغانستان، أجزاء من اسمها تركمانستان اليوم. أيضا جرى فتح مصر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب اللي قاد الفتح سيدنا عمرو بن العاص، نخصص ذلك حلقات بإذن الله. وجرى فتح ليبيا. دي الفتوحات في عهد الخلافة الراشدة. تقريبا كده أراضي دول تساوي اليوم نحو 7 ملايين كيلومتر مربع. بعد ذلك بهذا اللون دي الفتوحات التي قامت بها الدولة الأموية. والدولة الأموية عاشت تقريبا 90 سنة.
لكن في ال90 سنة ماذا فتحوا؟ فتحوا كثير جدا من البلاد. تعالوا نعد. الدولة الأموية فتحت تونس، فتحت الجزائر، فتحت المغرب، فتحت أسبانيا، فتحت البرتغال، فتحت أجزاء من فرنسا. يعني أقصى مدى وصلت له جيوش المسلمين في عهد الدولة الأموية وصلت إلى بعد 30 كيلو متر مما يسمى اليوم باريس. أيضا في عهد الدولة الأموية جرى فتح باكستان، وكان بيقود هذه الحملات الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني هو الذي كان يسير الجيوش وأمرها، وسنأتي لأنه غالبية من قادوا الفتوحات الإسلامية هنا في عهد الدولة الأموية أو من قادوها في الغرب هنا، هؤلاء القادة الإسلاميين العظام الفاتحين الكبار هم في البداية كانوا أعداء الدولة الأموية. رغم ذلك لا قامت بقتلهم ولا بإبادتهم ولا شيء، بل أخذتهم وهم أعداؤها وجعلتهم في صفها وجعلتهم يفتحون البلدان. المهم باكستان، فتحوا باكستان، فتحوا أجزاء من الهند لبعض الوقت، فتحوا باقي باكستان أفغانستان، فتحوا بلاد آسيا الإسلامية الوسطى كما نشاهد هنا. ودي الفتوحات، فاحنا بنتكلم على نحو 33 دولة، 33 دولة إسلامية جرى فتحها، أو ده أقصى اتساع وصلت له الدولة الأموية. تعالوا نشاهد الخرائط التالية. هذه الخريطة توضح أقصى انتشار وصل له الإسلام في عهد الدولة الأموية. طبعا هنلاحظ هي نفس الخريطة السابقة، لكن أحيانا الأمويين كانوا بيفتحون جزر في البحر المتوسط مثل كريت، مثل صقلية. أحيانا كان بيبقى فيه غارات للمسلمين عليها. في جنوب فرنسا جرى فتح أيضا أماكن. وفي كتاب اسمه على اليوتيوب لأمير البيان شكيب أرسلان اسمه غزوات العرب لفرنسا وسويسرا، لأنه قامت ممالك إسلامية في هذه المناطق. المهم ليس موضوعنا الآن. أيضا شمال أسبانيا في حاجة اسمها صخر بلاي، سنأتي لها، أيضا وصلوا لها هنا، حتى أنه توغلوا جيوش الدولة الأموية توغلت إلى القوقاز، وما يعرف روسيا اليوم تحتله، ولكن بعد ذلك المسلمين خسروا هذه المناطق. توغلت الدولة الأموية في الأناضول، وبل هم سيطروا على جزر بحر إيجا اللي هي موجودة في هذه المنطقة. طبعا جزر بحر إيجا وكل هذا محتل اليوم. تعالوا سنشاهد جزر بحر إيجا، ولكن في هذه الخريطة أيضا في عهد الدولة الأموية انتشر الإسلام في إريتريا، في قبائل عربية هاجرت إلى إريتريا ونشرت الإسلام، وفي قبائل عربية هاجرت إلى الصومال ونشرت الإسلام في الصومال. تعالوا نكمل الخريطة التالية. هذه الخريطة بتوضح مناطق بلدان إسلامية فقدها المسلمون. يعني هي كانت في عهد الدولة الأموية بلاد إسلامية، الآن ليست بلاد إسلامية. مثلا جنوب فرنسا، اسبانيا، البرتغال، ادي 3 دول. قبرص ضاعت حاليا. جزر بحر ايجا ايضا ضاعت، كان فتحت في عهد سيدنا معاذ بن ابي سفيان لما كان بيحاصر اسطنبول او القسطنطينيه. ايضا فلسطين، لبنان، سوريا اللي هي الان تعتبر محتله من قبل روسيا، جورجيا، ارمينيا، كل هذه البلدان ادي 10 دول تقريبا، بالإضافة إلى تركستان الشرقية اللي هي موجودة في الصين. الصين تحتلها الآن. احنا قاعدين نقول الصين، يعني في ذلك الوقت كانت الصين تدفع الجزية للدولة الأموية، وبعدين الناس النهاردة يعني لا يستطيعون ان هم يستدعوا السفير الصيني للاحتجاج على ما تقوم به الصين تجاه مسلمي ومسلمات الإيجور المسلمين. هم يقولون الدولة الأموية سيئة، بس انتوا كونوا مثل الدولة الأموية وبعدين يتكلموا. احنا بس استدعوا السفير الصيني ولا اغلقوا السفارة الصينية، واحنا هذا يريك مدى الضعف والهوان الذي وصلنا إليه. طبعا لما بنتكلم ان دي العالم الإسلامي في عهد الدولة الأموية اللي هي آخر دولة إسلامية موحدة، يعني كان من فرنسا جنوب فرنسا إلى الصين هناك حاكم واحد، رئيس واحد للدولة، لا توجد دولتان ولا علمان. انتبهوا لهذه المسألة، وهي مسألة لم تتكرر في التاريخ الإسلامي بعد ذلك. ولماذا لم تتكرر؟ سنأتي لذلك أيضا. وننتبه لمسألة مهمة، احنا بنتحدث انه العالم الإسلامي في عهد الدولة الأموية لم يكن فيه عسكري أجنبي واحد، لا تحت مسمى تدريب ولا مسمى حلف ولا مسمى اتفاقية سلام ولا قوات حفظ السلام بين المغرب والجزائر والصحراء المغربية
ولا شيء من هذا القبيل. يعني أنت كان عندك دولة 100% من قوتها تحت سيطرتها، لا يوجد جندي واحد يتبع لدولة أجنبية. هذه أمور غير موجودة اليوم. أيضا كل البلدان الإسلامية الخاضعة للدولة الأموية كلها كانت تكتب بالحروف العربية حتى لو بلغات أخرى. يعني بداية من الأندلس كل هذا كان يكتب بالحروف العربية، كل هذا حتى اليوم مسلمو الأغور في الصين يكتبون بالحروف العربية، في آسيا الوسطى. خلال 100 سنة الأخيرة لما جاء الاستعمار الروسي اللي هو آسيا الوسطى، والاستعمار الإنجليزي والاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي ومن يكرهون الإسلام، قاموا بحذف الحروف العربية واستبدلوها بالحروف الأوروبية اللي هي الحروف اللاتينية ABC. يعني أنتم تقولون أنتم ضد هذه الدول، لماذا تأخذون حروفهم؟ الأولى أن تأخذوا حروفنا، يعني إحنا مسلمين، لماذا نترك حروفنا حروف القرآن الكريم ونذهب نأخذ الحروف الفرنسية ولا الإيطالية ولا الحروف الإنجليزية؟ هذا سؤال. يعني حتى ما يدور اليوم في المغرب وتونس والجزائر وليبيا يقولون أن هناك بربر ويجب أن هناك بربر بالفعل، مسلمين بربر سنأتي له، ولكن يقومون بعمل حروف جديدة لهم، ورغم أن المسلمين البربر لا يعرفونها أصلا. طب إذا أنتم تريدون ترسيم أو كتابة اللهجات الخاصة بقبائل البربر اكتبوها بالحروف العربية. قالوا لا، البربر يعرفونها. قالوا لا، حتى كل علماء المسلمين البربر كتبوا مؤلفاتهم باللغة العربية. قالوا لا، الهدف هو ألا يستطيع المسلم قراءة القرآن الكريم، هذا هو الهدف. تعالوا نشاهد الخريطة التالية. هذه الخريطة توضح لنا المناطق التي دخلها الإسلام بعد انهيار الدولة الأموية. فهنجد الإسلام انتشر في موريتانيا، في السنغال، في منطقة اسمها غامبيا دولة صغيرة، في مالي، في النيجر، في شمال نيجيريا، في تشاد. طبعا كل هذه الانتشار الإسلام في هذه المناطق تم بفضل المسلمين البربر اللي هو دولة المرابطين، دولة الموحدين، بني مرين، هم الذين نشروا، والفضل يعني بصراحة لسكان المغرب، لأنه طبعا الاتصال شغال ونشروا الإسلام. أيضا بالنسبة لتشاد كان برضو سواء من المغرب أو من السودان. وأيضا انتشر الإسلام في الكونغو، وفيه كتاب اسمه عرب الكونغو ألفه مستشرق بلجيكي، بإذن الله إن شاء الله نعرض له. طبعا الآن شمال الكونغو فيه 2 كونغو، وفي الخريطة دي بس زودت الكونغو غلط، يعني أنا آسف. لكن فيه الكونغو، شمال الكونغو ده إسلامي وتشاد إسلامية. أيضا هنجد الإسلام دخل في، إحنا ذكرنا دخل في إثيوبيا سواء من الهجرات العربية أو الصومال، لأن الصومال سيطرت على مناطق واسعة من إثيوبيا فترة طويلة. يعني المسلمين الصوماليين كان لهم إمبراطورية إسلامية كبيرة لفترات طويلة. وأيضا عمان، كل هذه المناطق عمان لعبت دور كبير جدا في نشر الإسلام. يعني كل هذا الساحل ساحل إسلامي ولغة الهوسة. أيضا هنجد هنا فيما يتعلق ببنجلاديش دخلها الإسلام عن طريق التجارة، وهنا ماليزيا دخلها الإسلام عن طريق التجارة، وإندونيسيا وبروناي. وكذلك في جنوب الفلبين كان فيه دولة للمسلمين في الفلبين، وهي التي قتلت ماجلان، وهذا موضوع ممكن نخصص له حلقة. أقول ممكن لأنه والله وعدت بحلقات كثيرة، وإذا مت فربنا هيحاسبنا على هذا. ربنا يعني ربنا يغفر لي، اللهم آمين يا رب. تعالوا نشاهد التالي. هنا رسم تخيلي لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان هو مؤسس الدولة الأموية، ومؤسس أي دولة لابد وانت مغمض انه رجل حد الذكاء. يعني إذا وجدت رجلا هدم دولة، أقام دولة، أسس دولة، وخصوصا التأسيس، مسألة البناء مسألة صعبة. يعني أنا كصابر لا أفهم شيء في الهندسة، أنا كنت أدبي في الثانوية العامة، بكل بساطة أعرف أجيب أنبوبتين غاز أفجرهم في هذا المبنى ينهار، وأنا جاهل بالهندسة تماما. لكن حتى لو أنا عالم في الهندسة لن أستطيع بناء هذا المبنى. محتاج إن أنا أجيب ناس متخصصة في الكهرباء وفي المصاعد وفي كذا وعلوم كثيرة، فالبناء عملية صعبة. فالذي أسس هذه الدولة هو من؟ معاوية ابن أبي سفيان. فمن أين جاء معاوية بن أبي سفيان بكل هذا الذكاء وبكل هذه الحنكة؟ ومعاوية بن أبي سفيان حكم الشام 40 سنة.
40 سنة ده مفروض إن الناس تكفر به وتقوم بمظاهرات ضده وتلعنه، إلا أن أهل الشام كانوا يحبونه حبا جما. وهذا دليل على أن هذا الرجل عبقري، اتفقت أو اختلفت معه، هو رجل داهية، وهو رجل فارس، رجل حرب وقتال، ورجل سياسة ودهاء ومكر وحيلة. وأيضا هو رجل يتسم بالأخلاق الحميدة، وكان إذا وعد أوفى، لا يغدر ولا يخون، على غرار اللي بيحصل في هذه الأيام. نحن كي نفهم شخصية معاوية وفلسفة التي قامت عليها الدولة الأموية لابد أن نعود إلى ما قبل معاوية ب50 عاما. من هو أبو معاوية؟ من أم معاوية اللذان ربيانه؟ تعالوا نشاهد هنا شجرة نسب سيدنا معاوية بن أبي سفيان. كما نشاهد أين يوجد معاوية، هنا معاوية أهو، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. هنا هنلاحظ أنه هو اسمه معاوية ابن أبو سفيان ابن حرب ابن أمية. أمية هذا الذي سيكون على اسمه الدولة الأموية، سميت به، فاسمهم بني أمية. بني أمية. هنلاحظ أن الفرع الثاني من بني أمية أبو العاص عفان، سيدنا عثمان أهو، سيدنا عثمان بن عفان. وطبعا سيدنا عثمان هو هو ابن عم معاوية. وهذا يوضح لنا اللي هيحصل بعد كده بين سيدنا معاوية لما يقتل سيدنا عثمان وبين سيدنا علي بن أبي طالب. وركزوا انه معاوية بن ابي سفيان اخته من؟ رملة. رملة هذه اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه رملة، وهي كان اسمها ام حبيبة. وسنأتي لرملة وقصتها رضي الله عنها. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنلاحظ انه الرسول اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهنا هنتكلم عن بني هاشم، خلي بالك. وبعدين عبد مناف. فأنت بتتكلم عبد مناف الجد الكامل للرسول، أدي 1 2 3 4، الجد الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا معاوية عبد مناف الجد الكامل له 1 2 3 4 5. وبالتالي الرسول هو عم معاوية، الرسول عم معاوية، خلي بالكم. وهم من عائلة واحدة قريبة، يعني اللي هي عائلة عبد مناف. وحتى لما أبو جهل قرر إن هو يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ لما يشاهد منكم مسلسل عمر بن الخطاب يقول: إذا قتلنا محمدا هل ستسكت علينا عبد مناف؟ العائلة بتاع الرسول العائلة الكبيرة يعني. لا، ده هتقتلنا. ده يوضح لك الصراع. احنا هنأتي لمعاوية ويزيد، ولكن أنا عاوز أبدأ بأم معاوية، لأن هتوضح لنا أخلاق معاوية وتفكير معاوية وتفكير الدولة الأموية بعد ذلك. تعالوا نشاهد. هنا هند أم سيدنا معاوية اسمها هند بنت عتبة. كما تشاهدون أنا اخترت يعني صورة لها. طبعا ده مسلسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهي طبعا شايلة الخنجر. وهند طبعا اشتهرت بأنها قاتلة سيدنا حمزة في غزوة أحد. الروايات تقول إن هي أكلت كبده أو لاكت كبده إلى آخره. نحن سنأتي في هند وفي أفضل هند بنت عتبة رضي الله عنها. هي أسلمت بعد ذلك، لكن هذه امرأة شريفة ماجدة، وهي كافرة وهي مسلمة. لما نعرض لحياتها بالتفصيل هتجد هذه المرأة قصتها عجيبة. يعني الرجال الذين نراهم اليوم يعني ولا شيء، ولا واحد منهم شيء في حذاء هند بنت عتبة رضي الله عنها أم معاوية. ولكن هنأتي له. مين أبو هند؟ عتبة ابن ربيعة. طيب عتبة ابن ربيعة هذا قاد جيش الكفار في غزوة بدر، وقاتله المسلمون في غزوة بدر. أبو هند ده جد معاوية. فكده واضح الدنيا مظلمة خالص بالنسبة لسيدنا معاوية. هنا من؟ أبو سفيان. أبو سفيان هو الذي أصبح رئيس الدولة، وهو كان كافر. أبو معاوية أبو سفيان اسمه معاوية بن أبي سفيان. وأبو سفيان كان هو قائد جيش الكفار في غزوة أحد وفي غزوة الخندق. يعني هو وقف ضد الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا. لكن دي الصورة الظاهرية. احنا كده عرضنا قشور الأمور التي يرددها الشيعة وهي تبدو صحيحة. لكن تعالوا نعمق النظر مرة أخرى في أبو سفيان وفي عتبة وفي هند. سنتكلم عن هند بنت عتبة، لكن قبل ذلك نتحدث عن أبيها. أبيها هو عتبة ابن ربيعة الذي قاد جيش الكفار في غزوة بدر وقتل فيها.
رغم هذا الرجل قد مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن، هو مات كافرا، قتل وهو كافر في غزوة بدر. لكن لنعرف تفكيره وأخلاقه جد معاوية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا نعلم أنه لما ذهب إلى مدينة الطائف اللي هي قريبة من مكة ليدعو أهلها للإسلام، فسلطوا على الرسول سفهاءهم، سلطوا سفهاءهم، قاموا برميه بالحجارة إلى آخر ما تعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بستانا، حديقة مملوكة لمن؟ مملوكة لعتبة ابن ربيعة، وعتبة كان كافر والرسول كان مسلم. فدخل في بستان لعتبة بن ربيعة، فعتبة بن ربيعة أرسل له العنب. هو كان كريما وكان سخيا وكان رجلا حكيما وعاقلا، إلا أنه مات كافرا، ودي من الأمور الغريبة. وبعدين الكفار، هو قال للكفار، يعني عتبة هذا كان له موقف خطير جدا، هو كان رئيس مكة على فكرة، يعني عتبة بن ربيعة هذا كان رئيس مكة وأكبر واحد وقائد الجيش وكل حاجة، جد معاوية. يوضح لك التفكير القيادي اللي عنده معاوية جه منين. طيب، فعتبة هذا هو الذي قال للكفار أنا سأحاور الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. فذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال فأصبحت أغنانا، وأنا أقول المعنى، ارجعوا للنصوص في كتب السيرة. وإذا كنت تريد ملكا ملكناك، وإذا كان بك مرض جمعنا لك الأطباء، إلى آخره. يعني عتبة كان دبلوماسي جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الرسول بأدب وقال له: يا ابن أخي، قد علمت منزلتك فينا ونسبك فينا، إلا إن أنت عملت مشكلة كبيرة جدا بهذا بالإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد من القرآن الكريم في سورة فصلت، وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا، يعني فإن رفضوا، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني أنه واضح طبعا أن العرب كانوا عارفين صاعقة عاد وثمود التي تعرضوا لها. فهنا عتبة بن ربيعة وضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: لا تكمل، أناشدك الله والرحم، لا تكمل. وغادر الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب للكفار، وقال للكفار قولا حكيما، قال: يا قوم، يعني يا قريش يا كفر، يا قوم خلوا بين محمد والعرب، اتركوا محمد والعرب، سيبوه يدعو للإسلام، خلوا بين محمد والعرب، فإن كفيكموه، يعني إن العرب قتلوا محمد فقد كفيكموه، يعني خلاص العرب قتلوا محمد وانتم استريحتم، بدل ما تقتلوا أنتم محمد وقبيلته تقاتلكم، لأنه العصبية القبلية قوية جدا بين العرب، فلا احنا نترك القبائل العربية الأخرى تقتله ونريح دماغنا. وإن ظهر عليهم، إن ظهر على العرب اللي هم القبائل الأخرى هذه، فملكه ملككم وعزه عزكم، لأن محمد من قريش وهيبقى ملك على قريش، على العرب كلها، ونحن من قريش فنحن قبيلة الملك. إلا أنهم رفضوا أن يطيعوا، رغم أنه بعد ذلك لما جاءت الخلافة الراشدة كانت من قريش، والدولة الأموية كانت من قريش، والدولة العباسية كانت من قريش. يعني هو كلام عتبة كان صح، إلا أنهم الكفار رفضوا وقالوا له: لقد سحرك يا أبا الوليد. ابنه كان اسمه الوليد وسنأتي له. طيب، المهم تطورت الأحداث، وجرى أنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة المنورة وحصلت غزوة بدر، فخرج جيش الكفار يقوده من؟ عتبة بن ربيعة. لما وصل جيش الكفار وهيواجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أدخل في ملابسات غزوة بدر لأن كانت حول قافلة تجارية بيقودها أبو سفيان اللي هو زوج بنته. المهم كان فيه قائدين للكفار، عتبة اللي هو جد معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى جيش الكفار قال: لو أن في القوم خير، لو أن في القوم خير لاتبعوا هذا الذي على الجمل الأحمر. هو كان بيمتطي جمل أحمر اللي هو عتبة، وعتبة كان حكيم. فعتبة قال لهم، للكفار اللي هو بيقودهم: لا تقاتلوا محمدا ولا تقاتلوا المسلمين، وخلوا بين محمد والعرب، نفس الكلام. فإن ظهروا عليه فقد كفيكموه، وإن ظهر عليهم فملكه ملككم وعزه عزكم.
وقال لهم: لا يطيب العيش أو لا خير في العيش إن قتل الرجل منا أخاه وأقاربه. لأنه خلي بالك الكفار دول العائلة الواحدة كما سنعرض عليكم الآن مقسومة قسمين. يعني في مثلا العائلة الأب كافر وابنه مسلم، الأخ كافر وأخوه مسلم. فدي كانت حرب أهلية بالمعنى المعروف اليوم، يعني حرب على أساس الدين، وهي ضد العرق وضد فكرة القومية تماما كما نشاهد الآن. فعتبة قال لهم هذا، وبعدين قال لهم عتبة كان يعرف أن العرب، أو هو عربي طبعا، عقلية العرب بتقدس الفروسية والشجاعة، وهذا ما سنراه في هند أم عتبة بعد قليل، أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فكانت عقلية العرب بتقدس الشجاعة والفروسية، وأن ابنها يقاتل أو يقتل ده حاجة عظيمة جدا، يعني مما إيه مش بقى خليك جنب الحيطة وكلام من هذا القبيل يعني. فهو قال لهم نرجع، وقال: امسحوها بي وقولوا جبن عتبة. يعني انتوا الفضيحة دي اللي هتحصل قولوا عتبة القائد بتاعنا كان جبان. فأبو جهل رفض وقال: لا، احنا لابد نظل في غزو بدر وكذا. وقال له: يا أبا الوليد، اللي هو عتبة ابن الوليد، انت عندك مشكلة، وهي ان ابنك مسلم، ابنه اسمه أبو حذيفة. انظروا، هذا هو أبو حذيفة، ده صحابي رضي الله عنه، أبو حذيفة. وهو من؟ هو خال معاوية، يعني جد معاوية كافر، خاله مسلم، وخاله ايه في غزوة بدر، يعني أول حرب في الإسلام. يعني اللي اتبعوا الرسول في غزوة بدر هؤلاء ما كانوا يعرفوا أن تقوم الإسلام دولة. ده أنت واحد طالع معاك يعني كده، عارفين أنتوا لما حصل انقلاب على أردوغان وراح قوات الانقلابيين تقتل أردوغان، فاللي بيدافع عن أردوغان في اللحظة دي لا يعرف أن أردوغان سيعيش أصلا يعني. فدي أبو حذيفة. أبو حذيفة شارك في غزوة بدر ضد أبيه، دي الحرب. تعالوا نرجع لشجرة العائلة عشان نفهم عقلية أبو حذيفة وعقلية عتبة وهند. احنا رجعنا هنا لمين؟ لعتبة اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ادي عتبة اهو. عتبة كافر وقتل في بدر، وأخوه شيبة أيضا كافر وقتل في بدر. طيب بنته هند اللي هي أم معاوية كانت كافرة وقت بدر، أختها فاطمة كانت كافرة، انتبهوا. الوليد أيضا كان كافر وقتل في بدر. يبقى هند قتل مين لها في بدر؟ قتل لها أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد. أخوها اللي بعد كده اللي هو أبو حذيفة كان مسلم وكان بيقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. هنا مين؟ معاوية بن أبي سفيان. وهنا مين؟ السيدة رملة. السيدة رملة أسلمت وهي تزوجت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخواتها معاوية كان كافر ويزيد كافر وهي مسلمة، وأبوها أبو سفيان كافر وهي إيه؟ مسلمة. طيب هنا يوضح لك الانقسام اللي حصل في بني أمية أو في بني ربيعة، عفوا، ما هو ربيعة أخو أمية. خلاص الانقسام، هنجد هذا الانقسام في بني هاشم هنا. تعالوا نشوف هنا بني هاشم. انظروا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مين جده الأكبر؟ بني هاشم. طيب وقت البعثة، وقت الإسلام ما ظهر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان له عمه حمزة أسلم، عمه أبو طالب كان كافر، عمه مسلم عم كافر، العباس كان كافر، كان أسلم وقت بدر كان كافر، وده موضوع مش عايزين نخش فيه. أبو لهب اللي هو نزل في القرآن الكريم كان كافر. فالرسول له 4 أعمام، 2 مسلمين و2 كفار. الأكثر من ذلك احنا عندنا سيدنا علي بن أبي طالب. أدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هو الشيعة يعني يا أخي هو الله عندهم والعياذ بالله، يعني من الناحية العملية يا علي يا علي، قل يا الله لا تقل يا علي، فالله هو الذي خلق علي، علي ليس بيده شيء. لكن علي بن أبي طالب كان مسلم في غزوة بدر ومن أوائل من أسلموا. طيب علي بن أبي طالب أخوه مين؟ عقيل كان إيه؟ كان كافر. وعقيل آذى الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، عقيل ابن عم الرسول. فهذا يريك الانقسام اللي جرى حتى داخل بني هاشم. بني هاشم نصفهم كافر نصفهم مسلم. بني ربيعة اللي هم أجداد معاوية، وبني أمية نفس الموضوع.
تعالوا نرجع لقصة عتبة اللي هو جد ايه؟ جد معاوية. ادي معاوية ام هند جده لام عتبة. تعالوا نرجع لها. هنا غزوة بدر، مين اللي بيقود جيش الكفار؟ عتبة. وبعدين هتحصل مبارزة، فهيخرج عتبة، لأنه الذي جرى لما أبو جهل قال لعتبة أنت لا تريدنا أن نحارب الرسول والمسلمين بخوفا على ابنك المسلم اللي موجود معاهم، فهو عتبة اعتبر ذلك سبة، يعني أنا أفضل مصلحة ابني على مصلحة الدولة أو خايف على حياة ابني؟ أبدا، سأقاتل. ولعل عتبة هذا ارتكب شيئا في حياته ونزل في القرآن الكريم، لكن سبحان الله القرآن لم ينزل في ابنته هند ولا في أبو سفيان، فمات عقبة كافرا وماتت ابنته مسلمة ومات زوجها أبو سفيان مسلما. سبحان الله، لعله فعل شيئا أو ارتكب شيء أو كذا، المهم سأتي لذلك. فعتبة هو الذي خرج يبارز، قائد الجيش عتبة بنفسه خرج، وخرج معه أخوه شيبة للمبارزة، وخرج معه ابنه الوليد، يعني هو جايب أقرب الناس له وطالع يبارز المسلمين. من الأمور الطريفة إن هو لما خرج لمبارزة المسلمين فخرج له 3 من الصحابة من المسلمين من الأنصار سكان المدينة المنورة، والمدينة المنورة كانت دولة ومكة دولة أجنبية. فالذي جرى أن عتبة قال لهم من أنتم؟ لم يعرفهم للصحابة من المدينة، فقالوا فلان وفلان من المدينة، فقال لهم إخوة كرام. يا عم انتوا هتقاتلوا بعض، لكن هو كان راجل مهذب يعني. فقال لهم إخوة كرام إنما نريد أكفاءنا من قريش، احنا عاوزين ايه؟ الناس المهاجرين اللي هم من قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرج له 3. هنا المبارزة 3 أمام 3، ده عتبة، أخوه شيبة، وبعدين ابنه الوليد. الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من؟ أخرج عمه حمزة، يعني أقرب الناس له، يعني عمه حمزة. أخرج علي بن أبي طالب اللي هو ابن عمه. أخرج عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب اللي هو ابن عمه. طبعا من الحماقة إن عتبة خرج بنفسه، لأنه لما قائد الجيش يقتل معنويات الجيش تتضعضع، وده تصرف أحمق من عتبة، لكن هو تصرف حماقة، يعني مسألة الفخر إلى ذلك يعني. فهو قال لهم أنت علي بن أبي طالب وكذا، فقال لهم أنتم إخوة أكفاء، أنتم بقى اللي احنا إيه، أنتم بقى اللي هنقتلكم. المهم جرت المبارزة، قتل 3، قتل عتبة وابنه وأخوه، واستشهد سيدنا الحارث ابن عبيدة ابن الحارث، وسيدنا حمزة وسيدنا علي بن أبي طالب لم يقتل في هذه أو لم يستشهد في هذه الغزوة. ده اللي هيجيب لنا بعد كده شخصية هند بنت عتبة. تعالوا نشاهد. هنا حذيفة اللي هو ابن عتبة في صف المسلمين. هنا هتظهر شخصية هند. هند طبعا هنا المسلمين قتلوا من؟ أبوها وعمها وأخوها. فلكم أن تتخيلوا، يعني اعتبر حضرتك ولا حضرتها يعني حصل لها هذا المنظر. فأقسمت إن هي تقتل حمزة، سيدنا حمزة اللي هو قتل أبيها. المهم، لكن حدث موقف عجيب جدا من هند في تلك الفترة بعد غزوة بدر. في مكة، هند في مكة، ومن في مكة؟ بقيت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فزينب خرجت مهاجرة لأبيها بعد غزوة بدر، ومعها حماها اللي هو أخو زوجها، وطالعين وفي واحد تاني معاهم يعني مش متذكر الأسماء. فخرجوا في الهجرة إلى المين؟ إلى المدينة المنورة. فمن تعقبها أبو سفيان. أبو سفيان أصبح رئيس الدولة أو رئيس الكفار في مكة بعد مقتل حماه اللي هو أبو هند. فتعقبها أبو سفيان، وبعدين لما وصلوا للهودج بتاع السيدة زينب في الهودج، وبعدين حماها أو أخو زوجها ده نثر كنانته. عارفين انتم بتشوفوا مسلسل أرطغرل لما بيطلع الأسهم ويرميها على الأرض ويبدأ ايه هياخد وضع كذا. فأبو سفيان قال له يا رجل الق كنانتك ودعنا نكلمك ونكلمنا. طبعا العرب لم يكن من صفاتهم الغدر، يعني طالما قالوا له احنا أعطيناك أمان أعطيناك أمان. الآن طبعا لما تعطي الأمان أو حد يقول لك أنا أمنتك وبعدين يقتلك عادي جدا. وهذا يعني بدأ هذا يحدث في مصر في عهد نابليون بونابرت.
ومن قبل في عهد الدولة العباسية، لكن الأمويين لا، الأمويين كانوا يقاتلونك سيفا مقابل سيف حتى أعدائهم، ولما يقول لعدو أنا أمنتك خلاص أنا أمنتك انتهى. المهم فأبو سفيان قال له وهو كافر ألق كنانتك ودعنا نكلمك وتكلمنا. فالمهم تحدث فقال له عد أنت وابنة محمد اللي هي سيدة زينب إلى المدينة المنورة إلى مكة، فقد علمت ما أصابنا من القوم. أنت علمت إن احنا مهزومين وقتل منا الكبار بتوعنا وأهنا، يعني أصبحت قريش مهانة، فلا تخرج على علن، يعني ما تخرجش قدام الناس كده وانت كأنك بتهن، انما اخرج ليلا، يعني خد ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم واخرج من مكة ليلا. وهذا يريك سمو اخلاق ابو سفيان، ما هو لا اعتقلها ولا قتلها ولا عذبها كما يفعل السيسي الان في مصر. يعني انظروا للاخلاق وهو كافر، قال له يا عم بس كل الحكايه يعني اخرج ليلا، لما نصبح الصباح فنقول والله خرجوا دون ان نراهم او نعلم. المهم يرجع أبو سفيان ومعه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء واللي كانوا معه يعودون إلى مكة. هنا ظهرت هند بنت عتبة اللي هي شايلة السكينة والخنجر وكذا. المفروض هند بقى تعمل إيه؟ تثأر لأبيها وأخيها وعمها وتقتل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنها اعترضت على زوجها وأمه وقالت لهم يعني تتجرؤون على امرأة، تعترضون امرأة. ثم أنشدت تقول أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك. ثم ذهبت إلى السيدة زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت لها يا ابنة عمي قد عرفت مقصدك أنك تودين السفر، فإن كان لك حاجة زودتك بها، وإن كنت تحتاجين المال زودتك به لتبلغي به أباكِ. لو انت عاوز اي حاجة انا اساعدك كي تصلين الى اباك، فانه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. يعني ابي رجل وابيك رجل وتقاتلا وقتلوا بعض، لكن احنا كنساء يجب ان نفصل نفسنا عن هذا النزاع. انظروا، ودي هند كانت كافرة في ذلك الوقت. لما ترى اليوم السيسي اللي هو بيقول لك الشرف والجيش وهؤلاء قائد الانقلاب العسكري في مصر، وهو يعتقل بنات خيرة الشاطر، بيعتقل نساء، بيعتقل أخت الدكتور محمد محسوب، بيعتقل بنت أو واحدة لأن أخوها فلان أو أبوها فلان أو زوجها فلان. انظروا للخسة التي نعيشها اليوم. كان كفار قريش عندهم كرامة وشرف أكثر من الخسيسين اللي موجودين في هذه الأيام. هذه هند بنت عتبة. ما الذي جرى بعد ذلك؟ طبعا الكفار في قريش كان لديهم ثأر، يودون أن يثأروا من المسلمين، فذهبوا في غزوة أحد. مين اللي هيقود بقى الكفار؟ زوج هند. هنا أبو سفيان خرج بجيش الكفار في غزوة أحد وقاتل المسلمين وقتلوا سيدنا حمزة. هند خرجت في غزوة أحد هدفها ثأر من مين؟ من سيدنا حمزة، وهي كانت كلفت عبد من الحبشة انه يقوم برمي سيدنا حمزة بالحربة، والحبش في ذلك الوقت كان محترفين جدا ان هم الرمي بالحرب. سيدنا حمزة لم يكن احد يستطيع انه يهزمه في مبارزة. انظروا، فهي هنا سيدنا حمزة جرى رميه بالحربة اللي هو العبد الحبشي. يعني هو العبد الحبشي ظل مترقبا طوال المعركة انه يجد سهو من سيدنا حمزة يعني قذفه بالحربة من على بعد. ان سيدنا حمزة كان يدخل بين صفوف الكفار كان يهدها يفرقها هكذا يعني. وهو سيدنا حمزة خلال الحرب او خلال المعركة قابلته هند، لان هند كانت بتشجع وبتنشد الاشعار وبتشجع الكفار يعني للحرب، فهو قابلها الا انه عفى عن قتلها، يعني لم يرد ان يقتلها وهي امرأة. المهم هي كلفت وحشي فقتله، ومقابل ذلك هي أعطت الذهب بتاعها إلى هذا العبد الوحشي. طبعا لم تقل له أنت عبد فقير أو عبد لا ظهر لك لن نعطيك ما وعدت، بل هي تفي كالكفار كانوا يفون بالعهد. الأيام دي طبعا ولا حتى المسلمين بيفوا بالعهد. كل هذا تعلمناه من الفرنسيين لما احتلوا مصر. نابليون بونابرت
كانوا يقولون ادفع مبلغ كذا نؤمنك على حياتك، وبعد أن تدفع يقتلونك. المهم جاءت بعد ذلك غزوة الأحزاب، ثم جاء فتح مكة. فتح مكة كان في ذلك الوقت قائد مكة من أبو سفيان زوج هند. فأبو سفيان له قصة طويلة، ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه ألا يفتح مكة. كان في صلح فذاك الوقت يسمح، يعني هو كان عدو المسلمين لكن في صلح، فيذهب إلى المدينة المنورة ويسير بين المدينة المنورة ولا يقتله أحد، لأنه لا يوجد غدر أصلا سواء من المسلمين، لا كافر ولا مسلم في ذلك الوقت. المهم فهو ذهب لابنته اللي هي رملة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي رفضت أن تستقبله. فهو لما جاء يجلس على الفراش سحبت الفراش، فقال لها ما معناه، وارجعوا للنص في كتب السيرة، يعني أنت أتسحبيه لأنه لا يليق بي، ولا بتسحبيه لأني لا أليق بهذا الفراش؟ فقالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. هو أبوها، بس انظر التفرقة. المهم فالمهم أبو سفيان مش عاوز أدخل في تفاصيل كثيرة، عاد إلى مكة وفشل، وفجأة وجد جيش المسلمين اقترب من مكة، فخرج يستطلع فإذا بالمسلمين قد أسروه. المهم أخذوه للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له أما آن لك يا أبا سفيان أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له أما هذه فأشهد، فلو كان هناك إله غير الله لمنعنا أو حمانا مما نحن فيه. فالرسول قال له وتشهد أني رسول الله؟ فأبو سفيان قال له أما هذه ففيها شك. اللي كان حاضر عم الرسول اللي هو العباس، اللي هيكون جد مؤسس الدولة العباسية، فقال له يا أبو سفيان أسلم قبل أن أضرب عنقك، يعني هطير راسك بالسيف يعني. فأبو سفيان قال أشهد أن محمد رسول الله وأسلم. هنا هل جرى إكراه على أبو سفيان لاعتناق الإسلام؟ ظاهريا نعم، حقيقة لا، لأن المسلمين بعد ما فعلوا، خلي بالك هذا عدوهم وفي حالة حرب، لأنه كان في قبيلة مع قريش ونقضت العهد، مش موضوع الوقت لا يتسع الآن. فبالتالي أنت اليوم لو أي جيش أثر قائد جيش العدو في حالة الحرب بيقتله، فالمسلمون لم يقتلوه وده كرم منهم، لكن الوضع الطبيعي أن يقتلوه، لكنهم بدلا من ذلك يقولون له إذا أسلمت هنطلق سراحك. يعني تخيل حضرتك اليوم مثلا حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة تعتقل قائد الجيش الإسرائيلي، وبعدين تقول له إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله سنطلق سراحك وتعود إلى قومك، فيرجع للإسرائيليين. يبقى في هذه الحالة حركة حماس ده على طبعا مجانين. فاللي هو لما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أطلقوا سراحه وقالوا عد إلى قريش وأقنعهم ألا يحاربوا. فهو لما خرج كان يمكنه أن يكفر مرة ثانية، كان يمكنه أنه يحشد قريش ضد المسلمين، كان يمكنه أن يهرب. خلي بالكم يعني هم ما أجبروه على الإسلام ثم حبسوه وسجنوه عندهم فظل مكرها، بل أطلقوه. فلو عايز يرجع للكفر يرجع. وهاتوا جيش في العالم النهاردة يقول لأي واحد كده قول بس إن أنت دخلت المسيحية ونطلق سراحك، ما يحدث هذا الكلام يعني. المهم فهو لما عاد إلى مكة وقف عند الكعبة ونادى على قريش وقال لهم يا قوم قد جاءكم محمد بجيش لا طاقة لكم به. يعني هو بيقول لهم استسلموا، لا تقاتلوا ولا تحاربوا. فهنا ظهرت من؟ ظهرت من جديد هند ظهرت زوجته. مفروض زوجته تقول الحمد لله جوزي كان سيقتل وكذا وكويس انه عملنا سلام وخلاص، يعني اهم حاجه كذا. فهند خرجت طبعا تطاولت عليه وزقته وقالت لهم اقتلوا هذا الشيخ الفاني، وفي روايه انه هذا العجل السمين ده. يعني هي هند بالنسبه لها احنا في دوله قائمه وانت ازاي بتهدم هذه الدولة؟ فهي قدمت مصلحة الدولة على مصلحتها الشخصية اللي هي مصلحة زوجها أبو سفيان. كان المفروض تقول له، هي حتى بتقول له قاتل وتقتل، يعني هي مش مهم عند هند ان زوجها يقتل، المهم ان احنا نظل اقوياء ومنتصرين وبتاع وهكذا.
دي عقليته. فهو طبعا قال لها يعني ما تغني عنكم هذه المرأة شيئا، يعني لو مشيتوا وراها هي لا تحميكم ولا هتنفعكم. فطبعا هو وبعدين قال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو إيه؟ آمن. لما أسلمت هند والرسول صلى الله عليه وسلم توفى بعد ذلك بعامين، لو كان أبو سفيان عاوز يرجع للكفر هو وهند كانوا رجعوا. انتبهوا، لأنه مكة غالبيتها أسلم بعد فتح مكة، وكان أمام مكة الفرصة أن هي تعود للكفر، لأن هي أسلمت منذ سنتين فقط، فترة قصيرة جدا. إلا أنه من قاد حروب الردة وقضى على المرتدين كان قريش مكة. وفي واحد من كفار مكة ومن زعماء مكة قال لا نكون آخر من أسلم وأول من ارتد أو أول من كفر، وسنأتي لذلك. أبو سفيان لما حصلت حروب الردة هو خرج ضمن الجيوش التي أرسلها سيدنا أبو بكر الصديق، خرج عسكري أو جندي وحارب في هذه الحروب وشارك فيها كجندي ولا قائد ولا أي حاجة، يعني هو ترك رئاسة الدولة. وطبعا لما أنا بنظر في قصة إسلام أبو سفيان رضي الله عنه بجد أن الحكم والرياسة كانت تمنعه من الإسلام. يعني بالضبط حاجة كده تقول للسيسي اترك الحكم وتعالى عيش عسكري عادي، لكن انت مجنون، لا 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 الرياسة المهم. بس السيسي خسيس، أبو سفيان كان عنده أخلاق يعني ومروءة يعني. فلم يكفروا، وهذا دليل على أن بني أمية أو أبو سفيان وهند وسيدنا معاوية لما أسلموا الإسلام رسخ في قلوبهم فلم يرتدوا أبدا. نيجي على الصورة التالية. من هذا؟ هذا اسمه يزيد ابن أبي سفيان. نكتب اسمه كويس جدا، يزيد ابن أبي سفيان، اللي هو أخو هند وأخو معاوية وهو أسلم أيضا في فتح مكة. لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق قرر أن يحارب الروم. أرسل 4 جيوش، جيش منهم بقيادة من؟ يزيد بن أبي سفيان. انتبهوا لهذا. ولذلك نقول دور بني أمية ودور الأمويون في هزيمة الروم، لأنه كان في 4 جيوش بتحارب الروم، منهم جيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان. نحن درسوا لنا في المدرسة أن سيدنا أبو بكر الصديق صار مع جيش اللي هو هذا الجيش اللي بيقوده يزيد، وكان يزيد على الفرس وسيدنا أبو بكر يسير على الأرض. فيزيد أراد أن ينزل فقال له سيدنا أبو بكر لا تنزل ولا أركب، خليك زي ما أنت. وأوصاه بقى أن أنتوا لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا تحرقوا زارعا إلى آخر ما هناك. الوصية المشهورة جدا لسيدنا أبو بكر الصديق، وهي الوصية أيضا ده الجزء اللي هم درسوه لنا في المدرسة، لكن حذفوا أنه الوصية كانت لمن؟ ليزيد بن أبي سفيان. وحذفوا لنا من الوصية الجزء الخاص بالمخابرات. أما سيدنا أبو بكر الصديق قال له إذا أتتك رسل عدوك، الرسل بتاع العدو ورسل في الأساس جواسيس مخابرات، إذا أتتك رسل عدوك فلا تطل مكثهم بين جنودك، يعني لا تتركهم فترة طويلة، فيروا رأيك، يعني يروا يشوفوا ما ترى أنت، ويطلعوا على عيوبك ويعرفون خللك، ولا تجعل أحدا من قبلك يكلمهم أو يتحدث معهم. يعني لما الرسل يأتون يحدثونك ومعك القادة الآخرين لا يفتحون فمهم بكلمة، لأنه هيبدأوا يستطلعون هذا. وأنا كنت أفعل ذلك وأنا صحفي لما كنت أذهب لمؤتمرات النائب العام وحاولوا رؤساء النيابة، فكنا نتحدث معهم نصف دقيقة فتعرف شخصية هذا قوي صعب سلس وهكذا. فسيدنا أبو بكر الصديق كان شخصية خطيرة، فقال له إنك لا تسمح لرسل عدوك بأن يظلوا عندك ولا تسمحهم إنهم يتحدثون معهم. اليوم بنشاهد السفراء الأجانب يقابلون رؤساء الأحزاب ويطوفون في المدن المختلفة ويعرفون كل شيء، ولذلك من أين أتينا. لكن شوف هذه وصية سيدنا أبو بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه. يزيد كان فارسا شجاعا، انتصر في العديد من المعارك على الروم، شارك في فتح الشام. سيدنا أبو بكر الصديق عينه أميرا على دمشق، أميرا على دمشق. ده سيدنا عمر بن الخطاب، لأنه سيدنا أبو بكر مات وسيدنا عمر بن الخطاب جاء، عينه أميرا على دمشق. لما توفي في طاعون عمواس سيدنا عمر بن الخطاب اختار معاوية شقيقه الأصغر أميرا على دمشق. وبدأ سيدنا عمر بن الخطاب يضم لمعاوية مدن أخرى، لأنه معاوية كان إداري ناجح جدا، وحتى يزيد يعني حتى يقولون يا يزيد كان أفضل من معاوية، لكنه توفى رحمه الله.
تعالوا نشاهد الصورة الأخيرة. من هذه؟ هذه هند بنت عتبة. ومن هذا؟ هذا جندي من الروم. دي في معركة اليرموك. معركة اليرموك، احفظوا جيدا هذا الاسم، معركة اليرموك. يعني هند بنت عتبة رضي الله عنها لما أسلمت خرجت تجاهد في سبيل الله بسيفها، ومشاركة بتحارب أقوى جيش في العالم، أقوى دولة في العالم، دولة الروم، جيش الروم. وهند بنت عتبة رضي الله عنها وهي في معركة اليرموك الروم ضغطوا على المسلمين ضغط شديد، فبدأ بعض جنود المسلمين يهربون، فما كانت من هند بنت عتبة إلا أن مسكت سيفها وأخذت تقاتل وترد من يهرب من المسلمين، اللي هيهرب هقتله. فهند لعبت دور كبير جدا في معركة اليرموك. ومين كان متواجد في هذه المعارك؟ ابنها معاوية، وأخو ابنها يزيد اللي احنا تحدثنا عنه، ويزيد لم يكن ابنها لكن كان ابن زوجها اللي هو أبو سفيان. فهند بنت عتبة رضي الله عنها شاركت في هذه الحروب وقاتلت. فمن العجيب أن تجد ناس تافهة لا وزن لها ولا قيمة لهم ولا ذكر لهم يتطاولون على أناس بهذه العظمة وبهذا المجد وهذا السمو. احنا وقفنا كده التعريف ببني أمية أو عائلة سيدنا معاوية بن أبي سفيان. الحلقة المقبلة بإذن الله إن شاء الله نتناول سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الآن مع المراجع التي استندنا إليها في هذه الحلقة: كتاب محمد رسول الله تأليف الدكتور محمد صادق العرجون. كتاب أبو بكر الصديق تأليف الدكتور علي الصلابي. كتاب عمر بن الخطاب تأليف الدكتور علي الصلابي. كتاب عثمان بن عفان رضي الله عنه تأليف الدكتور علي الصلابي. أطلس غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم الدكتور سامي المغلوة. أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين الدكتور سامي المغلوة. كتاب معاوية بن أبي سفيان للدكتور علي الصلابي. كتاب الدولة الأموية للدكتور يوسف العش. كتاب الدولة العربية للمستشرق الألماني. محاضرات الدكتور محمد الصغير عن الدولة الأموية وهي منشورة على اليوتيوب. محاضرات الدكتور سرور العجمي عن الدولة الأموية وهي منشورة على اليوتيوب. محاضرات الدكتور سعيد الكملي وهي منشورة على اليوتيوب. كتاب عمرو بن العاص الأمير المجاهد. في مسلسلات تناولت هذه الأحداث. المسلسلات نحن لا نثق بها ولكن يمكن أن تأخذها من باب التوضيح. من هذه المسلسلات وأحسن المسلسلات مسلسل خالد ابن الوليد، أيضا مسلسل عمر بن الخطاب، أيضا مسلسل القعقاع ابن عمرو التميمي، أيضا مسلسل صقر قريش. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا قناة أنا خصصتها للأمور التعليمية الخاصة بالتاريخ لطلاب الثانوية العامة. وبعدين أنا وجدت الإخوة استحسنوا الحلقات نفسها، لأن يعني هي الحلقات خطوط عامة بسيطة، تعريف بألف باء تاريخ، لكن بإذن الله إن شاء الله يعني أرجو الاستماع لهذه الحلقات، وبإذن الله إن شاء الله مستقبلا نعد بالتفصيل حلقات تفصيلية لمثل هذه الوقائع ومثل ما نفعل في تاريخ الدولة الأموية. وانتظرونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.